شباب، احنا بنتكلم على الأحداث اللي حاصلة الفترة ديت. احنا كل واحد لازم يقوم بدوره، اللي يقدر يعمله. ومن ضمن الأدوار اللي منتشرة دلوقتي آم، موضوع المقاطعة. طيب، احنا برضو لازم نفهم حاجة مهمة جدا، ايه اللي احنا بنعمله او اللي احنا عايزين نأيد بيه القضية بتاعتنا. لازم ندرسه كويس ونعرف هو هيؤدي لإيه وإيه النتائج بتاعته، وهل هو بيفيد القضية بتاعتنا ولا لأ. دي جزء مهم جدا، ومش أي حد يقول لنا أي حاجة نمشي وراها ونشتغل عليها وإحنا مش عارفين توابعها عاملة إيه، وممكن تكون تأثيرها سلبي علينا. طيب، إحنا هنا هنتكلم على المقاطعة. المقاطعة آه الحقيقية اللي ممكن يشتغل عليها، وهنتكلم في كسلسلة فيديوهات على القصة دي. يا شباب، هي إن إحنا بنقاطع المنتجات اللي هي مكتوب عليها مصنوعة في دولة اللي هي ميد إن كذا. الدولة دي بتكون بتساند ال ال الشخص التاني، أو زي ما احنا دلوقتي في الأحداث الحقيقية اللي موجودة دلوقتي اللي هي الكيان. طيب، انت لما هتقاطع الحاجه المستورده ديت او اللي جايه مكتوب عليها ودي ابسط حاجه، مكتوب عليها ميد ان وده اسم الدوله. تمام. هتعمل ايه انت حضرتك دلوقتي؟ اول حاجه، انت هيحصل الحاجه دي مش هتشترى، فهيحصل ان المستورد دوت مش هيستوردها تاني. انت هتوفر عمله صعبه للبلد، فكده مفيش استيراد للحاجه ديت. تمام. طيب، الحاجه التانيه، انت بناء عليها المنتج ده بيصنع في الدولة دي في مصانعهم. اوكي. المصانع دي مش هتلاقي او هيحصل تفقد كتير من الكاستمر او العملاء اللي بيقطعوا المنتج بتاعهم، هيضطروا ان هم يقللوا من تكاليفهم، من ضمنها تسريح عمالة عندهم، وممكن توصل للغلق. طيب، الكلام ده هيأثر على اقتصاد الدولة ديت. الدولة دي هتبتدي ما يبقاش عندها القدرة إنها تساند الكيان. تمام. طيب، ليه؟ إن عندها هتبقى في مشكلة اقتصادية، وهتراجع موقفها بناء على القصة دي، لأن الموضوع كله اقتصاد يا جماعة، مش أكتر من كده. الموضوع كله اقتصاد. أوكي. مين يكسر مين ومين يأثر على مين. طيب، احنا كده بالطريقة دي احنا أثرنا وساهمنا في آم، آم، مساندة القضية بتاعتنا. طب، آه، احنا المفروض بناء على القصة دي نساند ال- المنتج اللي مكتوب عليه صنع في مصر، او صنع في الدولة العربية. فاحنا بنتكلم صنع في مصر، انا بتكلم على مصر. صنع في مصر، صنع في مصر ده هيعمل ايه اولا؟ حتى انا بتكلم على المنتج او الخدمه، او المنتج او الخدمه. احنا هنا بنتكلم، ده بيبقى مستثمر مصري، اقتصاد مصري، عمال مصريين، مصانع مصريه، او مؤسسات او محلات او whatever مصريه قائمه جوه مصر. احنا بندعم بيها الاقتصاد بتاعنا. اللي بتحصل ان احنا بندعم بيها ال- العاملين اللي موجودين. تخيل بقى لو انا آه، بالمقاطعة اللي هو منتشرة دلوقتي في او المزعومة اللي محطوطة واللي الناس عمالة تروج ليها، ومعظم الناس اللي بتروج ليها في بدايتها دول 3 أنواع من الأفراد موجودين. مشكلتهم، أول واحد اللي هو المجموعة اللي هي أهل الشر عندنا جوه البلد. التانيين بيبقوا عملاء، والتالتين ناس مش فاهمة الموضوع ازاي مدروس ازاي. طيب، دي 3 مشاكل. طيب، احنا عايزين نوعي الناس ونعرفهم بالموضوع والطريقة السليمة اللي ممكن نعمل بيها التوعية. طب تعالى، لو احنا بنقاطع منتج مصري او خدمة مصرية، احنا بنتكلم الحاجة دي لو كانت آم، آم،
مصريه 100% او جزء منها مصري، لان انت اوريدي في مصانع شغاله، في مستلزمات بتستخدمها من جوه البلد، في عماله شغاله مصريه. تخيل انت بقى لو قطعت دول كل ده، اولا العماله دي هتمشي وهتبقى في مشكله. طب هيصرفوا على اسعارهم ازاي؟ هيتعاملوا ازاي؟ طبعا هنتكلم على المنتج دي او الخدمه دي مش هتؤدى. طبعا ده مفيش ناتج قومي بيحصل جوه البلد، فمفيش دخل جوه البلد بتؤثر عليها. المصنع ده هيتقفل، المستثمر ده هيخرج بره مصر، حتى لو هو يعني مستثمر مصري، احنا كان مستثمر مصري، فلان هو مش لاقي البيئه الجيده اللي هو يقدر يشتغل بيها. طيب، آم، احنا اللي المفروض نطالبه ايه؟ اللي هو 100% تمام احنا بنسانده، اللي هو بنسب احنا هنسانده، بس نطالب منه ان يزود نسبة الايه، المنتج المصري في منتجه. ده المهم، انا كده بدعم بلدي. اوكي. واحنا برضو هنوضح الكلام ده اكتر في فيديوهات قادمة. فاحنا الشعار اللي عايزين نرفعه، المقاطعة تكون للمنتج اللي مكتوب عليه صنع في دولة تساند الكيان، مش صنع في مصر، مهما كانت النسبة بتاعته. شكرا يا شباب، وهنكمل مع بعض الفيديوهات، وان شاء الله هنحاول نعمل سلسله ولقاءات كمان في التجارب والخدمات ديت. ومعظم الشركات دي والمؤسسات دي الحمد لله الواحد اشتغل معاها وزارها، فهنتكلم عليها وهنحاول نعمل كونتاكت معاهم بحيث نقدر نتقابل معاهم ونوضح لكم الفكره عامله ازاي. لان انت حضرتك لازم تساعد بلدك. بلدك كده هتبقى عندها القدرة إنها تساند القضية، تبقى قوية، تبقى قادرة إنها آه، تمارس دورها. لكن لو أنت استخدمت الطريقة بشكل غلط، أنت بتؤثر على بلدك، بتضعف موقفها، بتخليها مش قادرة إنها تاخد المواقف الجيدة، بحيث إن بيحصل عليها ضغط كبير جدا، ومعظم الضغوط بتبقى اقتصادية. شكرا يا شباب، وإن شاء الله هنتابع الكلام ده بفيديوهات تانية إن شاء الله. شكرا جزيلا.